كان مراد بن تاجر ثري في سوق الذهب، كثر من حوله الأصدقاء، توفي والده فافتقر. علم أن سعدا أعز أصدقائه، توسعت تجارته وصار المال عنده أكثر من الرز. قصده، ولما وصل قصره بهيئته الرثة أخبر الخدم قصته، أبلغوا سيدهم فرفض لقاءه. عاد مراد أدراجه مكسور القلب لتحدث الأعجوبة بعد يومين. 3 رجال أعطوه حجر ياقوت، قالوا إنه دين عليهم لأبيه. أخذ الياقوت وكأنه في حلم، لكن من يشتري الآن؟ سيدة نبيلة ظهرت فجأة تبتاع المجوهرات، اشترت منه الياقوت بمبلغ أعاده إلى سوق الذهب وحلت البركة. تذكر بعد حين نكران صديقه فأرسل له أبيات الشافعي: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. قرأها سعد فآلمته ورد شعرا: أما ال3 قد وافوك من قبلي، ولم تكن سببا إلا من الحيل. أما من ابتاعت الياقوت والدتي، وأنت أخي بل منتهى أملي. وما طردناك من بخل ومن قلل، لكن عليك خشينا وقفة الخجل.